السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة في الكورة مع كارش. عندنا حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها عن اللقاء الهام والمرتقب للنادي الأهلي أمام نادي سان داونز اللي هتتلعب إن شاء الله في جنوب أفريقيا يوم السبت الجاي الساعة 3 العصر. المباراة بحضور جماهيري كبير جدا، خصوصا بعد القرار اللي خده نادي سان داونز بفتح المدرجات مجانا أمام الجمهور. عشان كده هيبقى في مؤازرة كبيرة جدا من جمهور سان داونز لفرقتها، لكن ان شاء الله مفيش مشكلة. النادي الاهلي متعود على الاجواء دي ومتعود ان هو يلعب قصاد جمهور. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. سريعا، النادي الاهلي في موقف صعب جدا جدا في المجموعة رغم الفوز الاخير اللي على القطن الكاميروني ب3 اهداف هنا في القاهرة، الا ان موقف النادي الاهلي صعب جدا جدا، خصوصا بعد فوز كمان الهلال السوداني على القطن الكاميروني في المباراة الأخيرة وتصدروا المجموعة ب9 نقاط. لو جينا بصينا على ترتيب المجموعة سريعا هنلاقي ان الهلال السوداني في المركز الأول ب9 نقاط من 3 فوز وهزيمة وحيدة. سان داونز في المركز الثاني من 3 لقاءات ب7 نقاط، فوزين وتعادل. الأهلي في المركز الثالث ب3 لقاءات، فوز وهزيمة وتعادل. والقطن الكاميروني في المركز الأخير 4 لقاءات ب4 هزايم. مفيش شك ان نتيجة سان داونز والهلال مع القطن الكاميروني في الكاميرون صعبت جدا الموقف على النادي الأهلي. سان داونز كسب القطن الكاميروني هناك 3-1، والهلال السوداني كسب القطن الكاميروني في الكاميرون 2-1. دي صعبت الأمور جدا على النادي الأهلي وادت دفعة قوية جدا للهلال السوداني ان هو ينافس وبقوة على الصعود لدور الثمانية. خلينا نقول ان نادي سان داونز عايز يخلص المشوار بدري، بالذات ان المباراة على ارضه، يعني عنده مباراة النادي الاهلي على ارضه، لو كسبها خلاص بقى اول المجموعة، يقدر يلعب المباراتين التانيين وهو مستريح بدون اي ضغوط وبدون اي مشاكل. النادي الاهلي عنده مشاكل كتير جدا. اولا في اهتزاز شوية في المستوى، خصوصا في اخر مباريات محلية سواء امام نادي الداخلية او المقاولين العرب اللي كسبها بصعوبة جدا جدا. عنده اصابات كتير، عنده 6 اصابات مؤثرين، كلهم مؤثرين. حسين الشحات، محمود متولي، عمرو السولية، احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح، محمد فخري، خصوصا حسين الشحات كان بيعيش احسن فتراته مع النادي الاهلي الفتره الاخيره وعنصر مؤثر جدا جدا في النادي الاهلي. محمود متولي احد قلبي الدفاع الاساسيين في النادي الاهلي. عمرو السولية ونص الملعب والخبره اللي بيلعبها عمرو السولية في المباريات اللي زي دي. خالد عبد الفتاح البديل الوحيد لمحمد الهاني ناحيه اليمين بعد اصابه كريم فؤاد واكرم توفيق ان شاء الله يرجعوا بالسلامه. فكلها اصابات مؤثرة جدا جدا على النادي الأهلي. حتى الأساسيين عندهم مشاكل إلى حد ما، كدمات، إرهاق، زي كهربا، زي محمد شريف. الناس دي كلها برضو عندها شوية مشاكل. نتمنى إن شاء الله إن هم يبقوا في أحسن حال ويلحقوا المباراة ويعملوا مباراة جيدة جدا جدا أمام سان داونز. لو جينا اتكلمنا سريعا فنيات بسيطة على المباراة اللي جاية وتوقعاتنا ايه اللي ممكن الطريقه اللي يلعب بيها سان داونز ويلعب بيها النادي الاهلي، وايه التشكيل المتوقع هنا وهنا. لو جينا قلنا بدأنا بالنادي الاهلي، الطريقه المتوقع ان هو يلعب بيها طريقه 4-3-3 في وجود الشناوي وقلبي دفاع منها مياسر ابراهيم، ناحيه اليمين محمد هاني وناحيه الشمال معلول. هيلعب ب3 ديانج وحمدي والقندوسي. القندوسي بقى له فتره بيلعب بيه وهو مقتنع بيه جدا جدا، وصغير في السن وعنده لياقه بدنيه وكورته حلوه على الارض وعنده تسديدات على المرمى، فممكن يبدا بيه على حساب قفشه. ناحيه اليمين هيبقى طاهر وناحيه الشمال تاو. قدامهم شريف هيلعب راس حربه، ولو كهربا سليم اعتقد هيلعب بكهربا شريف او كهربا، اي حد فيهم ممكن يبدا المباراه. على الناحيه الثانيه فريق سان داونز بيلعب بنفس الطريقه 4-3-3، وفي حته فنيه كده هنشرحها كمان شويه. بيلعب ويليامز في حراسه المرمى، قدامهم 2 مدافعين كياكانا وموتيبي، قدامهم خليسي ناحيه الشمال وموتيبا ناحيه اليمين، قدامهم 3 مامينيو وموكينا واليندي، قدامهم 3 ميالولا اخطر لاعبي سان داونز، وبيتر راس حربة وزواني ناحية الشمال. متوقع ان سان داونز هينزل مباراة ضاغط بكل خطوطه على النادي الاهلي، بيلعب على ارضه وسط جمهوره، عنده الدافع ان هو يخلص المباراة، فهيلعب ضاغط على النادي الاهلي بكل خطوطه على امل احراز هدف مبكر يربك النادي الاهلي ويريحه في المباراة
بدري على النادي الاهلي ان هو يقفل كل المساحات اللي موجوده زي ما هنشرح دلوقتي. حاجه بسيطه بيعملها صن داونز دايما في المباريات الكبيره، هو بيلعب بطريقه 4-3-3، لكن في قلب المباراه وفي مجريات المباراه الطريقه دي بتتحول ل 4-3-1-2 بدخول ميلولا من على اليمين وبيتر يرحل ناحيه الشمال شويه كاتنين راسين حرب او اتنين مهاجمين، وبينزل زواني كرقم 10 مع مساعده من وسط الملعب، ثلاثي وسط الملعب والباك الشمال والباك اليمين بيتقدموا وبيعملوا ضغط عالي جدا على المنافس في الحته دي، بينقلوا الكوره بسهوله وسلاسه زي ما شفنا في القاهره. هنا فريق منظم، فريق كبير جدا بيلعب كوره على الارض، نادرا لما تلاقيهم لعبوا كوره طويله او عرضيه. كوره بتبدا من عند حارس المرمى للدفاع للوسط للهجوم، بيدرجوا الكوره وبيلعبوا ما بين الخطوط بطريقه ممتازه جدا، عندهم صبر على الكوره، ما عندهمش اي مشكله في الموضوع ده. مطلوب من النادي الاهلي، يعني قبل برضه اخش على النادي الاهلي سريعا، صن داونز لعب مباراه في كاس جنوب افريقيا، لعب مباراتين قبل المباراه دي، لعب مباراه في الدوري وتعادل بنتيجه 1-1، ولعب مباراه في الكاس وكسبها 3-1. لكن تخيلوا ان كالعاده بتاعت صن داونز اكتر من 600 تمريره في المباراه، وبالنسبه للاستحواذ وصلت ل 75 و80% استحواذ في المباراه. الملفت اكتر للنظر ان نسبه نجاح التمريره او النسبة المئوية في التمريرة الصحيحة وصلت 85%. يعني التمريرة عندهم حاجة يعني غالية جدا، ما بيفقدوش الكورة بسهولة، عندهم صبر وعندهم هدوء وعندهم استعداد يرجعوا الكورة 1 و2 و3 4 5 مرات، يلفوها حوالين الملعب لحد ما يلاقوا ثغرة ويروحوا منها. عندهم مهارات فردية عالية متمثلة في ميلولا زي ما قلنا أحسن اللاعبين، وبيتر موجود، وزواني بيلعب من تحت كويس جدا. طيب لو انتقلنا للنادي الاهلي، ايه المطلوب من النادي الاهلي؟ مطلوب من النادي الاهلي ان هو يلعب المباراه دي على اجزاء. اولا يضيق المساحات كتير جدا على صن داونز، ما يفتحش المساحات وما يلعبش على المساحات الواسعه، هيتعب جدا في ظل الاعمار السنيه الصغيره بتاعه صن داونز. يضيق المساحات على صن داونز على قد ما يقدر. اول ربع ساعه يلعب على الاستحواذ زي ما صن داونز بيلعب. لازم النادي الاهلي يصدر لصن داونز ان انا مش خايف منك، ان انا مش جاي اخسر وامشي، انا جاي العب على ال3 نقاط، انا فرقه كبيره. وهو فعلا النادي الاهلي فرقه كبيره، يقدر يلعب على الاستحواذ، يجمد المباراه في وسط الملعب، حتى لو التمرير ده تمرير سلبي، بس انت جمد المباراه، ادي ثقه للعيبه، امتص حماس الجمهور، امتص الحماس بتاع لعيبه صن داونز في اول ربع ساعه، وخش الاجواء وخد الثقه، وبعد كده العب المباراه زي ما انت عاوز. وخصوصا ان زي ما قلنا مفيش بدايل للعيبه كتير، مفيش بديل لمحمد هاني، خالد عبد الفتاح مش موجود، مفيش بديل لمعلول، مفيش بديل لمنعم. لازم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي توزع مجهودها على ال90 دقيقة. ايه المطلوب تاني من النادي الاهلي؟ مطلوب استغلال الفرص. لازم النادي الاهلي عنده مشكله بقاله فتره بنتكلم فيها، ان ما بيقدرش يستغل الفرص اللي بتجيله. لازم انصاف الفرص يستغلها. لازم الماتشات اللي زي دي بيجي لك فرصه او 2 أو 3 بالكتير، لازم واحده فيهم تخطفهم وتجيب جون، وبعد كده تخطف المباراه كلها والثلاث نقاط. لكن انت يجي لك فرصه واثنين وثلاثه واربعه وتضيعهم، يبقى زي ما بيقولوا كده اللي ما بيجيبش بيستقبل، فانت هتستقبل جون واثنين برضو وتخسر وتخرج من البطوله. لازم كولر ينبه على هجوم النادي الاهلي المتواجدين، ان هم يكونوا مركزين جدا طوال 90 دقيقه في ان هم ينهوا اي فرصه تجيلهم ولو نص فرصه. المطلوب تاني مطلوب تسديد من بعيد. النادي الاهلي ده سلاح مهم جدا، التسديد من خارج منطقه الجزاء، سواء لطاهر سواء لبرستاو سواء للكندوسي، بيلعب برجليه الشمال كويس، يقدر يشوط على الجون، ويمكن واحده منهم تيجي وان شاء الله ويجيب هدف للنادي الاهلي. المطلوب تاني مطلوب تركيز من النادي الاهلي طوال المباراه. لازم النادي الاهلي يركز. الميس باص في النادي الاهلي بقاله فتره كتير جدا، وخصوصا نص الملعب. ديانج بقاله فتره كبيره جدا مش في مستواه، بيلعب ميس باص كتير جدا. لازم برضو مارسيل كولر ينبه عليه في الحته دي، فلازم ما يبقاش في ميس باص كتير جدا في المنطقه دي. لو حسيت ان انت اتضغطت، العب كوره واحده لقدام، اخلص منها، ما تحاولش ان انت تاخد الريسك وتاخد المغامره، بالذات في اول ربع ساعه في المنطقه الخلفيه، وان انت تلعب كوره قصيره ممكن يكون فيها ميس باص يقدر يستغلها نادي صن داونز، وخصوصا زي ما قلنا ان هم عندهم مهارات فرديه وان هم يحرزوا
هدف بدري. الطريقه دي هتدي حريه شويه للجناحين ان هم يطلعوا، سواء معلول او محمد هاني، عشان حمدي فتحي يغطي هنا او ديانج يغطي هنا في حاله ان الكره اتقطعت. وحمدي فتحي ايضا عنده ميزه ان هو ممكن يكمل مع المهاجمين، سواء شريف او كهربا، يلعب كره بالراس، يلعب ضربات راسيه كويسه من ضربه ثابته او حاجه. الكندوسي عنده برجله الشمال بيلعب كويس برضو، ممكن ينفذ الخطه كويسه. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يلعب مباراه كويسه جدا امام صن داونز. لا الموضوع صعب طبعا صعب، نادي صن داونز فرقه كبيره زي ما قلنا، لكن مش بعيد جدا ان النادي الاهلي يعمل نتيجه كويسه ويرجع بالفوز، وان شاء الله يكون مباراه النادي الاهلي يستعيد بيها يعني مستواه المعروف عنه بقاله فتره. النادي الاهلي مستواه مهزوز شويه. دي كانت توقعات سريعه للمباراه، توقعات سريعه للتشكيل، ممكن يحصل فيه بعض التغيرات البسيطه، لكن زي ما قلت النادي الاهلي قادر ان هو يعمل نتيجه كويسه ويرجع من صن داونز بالثلاث نقاط مهمين جدا، يرفع رصيده ل7 نقاط، ويبقى عنده بعد كده القطن ان شاء الله برضو يكسب، والهلال هنا على ارضه يكسب ويصعد كاول مجموعه كمان مش تاني مجموعه. لكن هظل اقول ان المباراه بتاعه الهلال السوداني وصن داونز في السودان هي المباراه المفصليه والمهمه جدا للنادي الاهلي. مطلوب من صن داونز ان هو يعمل نتيجه ايجابيه مع الهلال السوداني في السودان. الهلال السوداني لو كسب زي ما قلنا هيبقى 12 نقطه، هيبعد دون النظر ابدا للمباراه الاخيره مع النادي الاهلي، وهيعمل برضو ضغط على النادي الاهلي وصن داونز ان هو يكسب المباراه الاخيره. اتمنى ان النادي الاهلي يفوز، واتمنى ان هو يرجع بال3 نقاط، واشوفكم ان شاء الله يوم السبت. ابارك لكم بفوز النادي الاهلي، ونتكلم برضو عن تحليل ما بعد المباراه، ايه اللي حصل في التشكيل، ايه اللي ممكن نتكلم فيه بعد المباراه ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق للفرق المصريه، وان شاء الله اشوف النادي الاهلي في دور ال8 مع ال8 الكبار باذن الله. شكرا، سلام عليكم.